ازيكم عاملين ايه؟ انا مريان ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. النهارده هنعمل حاجه طعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي. هنعمل الشوكليت شيب كوكي، وهنعمل الشوكليت شيب مختلفه قوي المره دي، هنحط فيها دبي حشوه، هيبقى دبي كوكي ان شاء الله. الوصفه تعجبكم. دلوقتي حطيت الزبده بتاعتي اعملها بمضرب البيض، وبعد ما اخلصها هرجع لكم تاني، مش عايزه ادوشكم. يلا بينا. بعد ما ضربت الزبده بتاعتي شويه هحط مقدار السكر بتاعي. انا حاطه سكر بني، وحاطه برده مقدار سكر ابيض. هكتب لكم كل يعني المقادير كلها تحت. هضربهم الاول مع بعض وبعدين ارجع لكم تاني. دلوقتي هبدا اضرب البيض بتاعي. حطيت اول واحده هضربها كويس، اول ما تختفي هحط التانية. هحط البيضه رقم 2. دلوقتي هحط الفانيليا. دلوقتي هبدا احط معيار الدقيق، احط شويه شويه واضربهم بالمضرب، وكل ما اللي هحطه يختفي هحط تاني. اول شويه دقيق اللي انا حطيتهم اختفوا هحط تاني. انا هكتب لكم بالظبط انا حاطه قد ايه دقيق. هضربه وارجع لكم تاني. دلوقتي هحط اخر شويه دقيق معايا. في المرحله دي هحط البيكنج باودر والبيكنج صودا. الاتنين مع بعض وابتدي اضربهم وارجع لكم تاني. كل الدقيق بتاعي حطيته زي ما انتم شايفين. لميت العجينه بقت حلوه خالص بالنسبه لي، دلوقتي بقت متماسكه شكلها كويس. هحط دلوقتي الشوكليت شيب. حلوه قوي. هخلي شويه عشان احطهم عليهم قبل ما يدخلوا للسوا. كلها تبقى مقاس واحد شكلها كويس. هعملها في الايس كريم معلقه. فدلوقتي هبتدي اقطع معاكم. هعملها كده زي ما انتم شايفين، بس هلمها على بعض شويه زي كده واحطهم جنب بعض، بس هسيب بينهم وبين بعض يعني مسافه عشان هما هيدخلوا الفرن فهيكبروا. دلوقتي انا رصيت اول صينيه بتاعتي دي الشوكليت شيبس بتاعتي. هحط شويه كده تاني من على الوش عشان يبقى طعمها كلها شوكليت. البنات بيحبوها عندي كده قوي، بس يعني انا بملى كده شويه في الحتت الفراغات دي عشان يبقى كلها شوكليت طعمها حلو. بقت سي زي ما انتم شايفين، دي حشوه دبي الكنافه والبيستاشيو كريم. انا مجهزاهم عشان احشي بيهم الكوكيز بتاعي. انا عملت اول صينيه ما حطيتش فيها حشوه دبي، بس الصينيه دي انا هحط فيها الحشوه بتاعه دبي. دلوقتي انا خدت مقاس الكوكي بتاعي، حطيت الحشوه زي ما انتم شايفين، وهقفل عليها الكوكي من فوق. الكوكيز طلع من الفرن خلاص، شكله حلو قوي، ريحته حلوه وقلبص كده وشكله حلو. بس انا هستنى شويه عليه واحطه على شبكه عشان يبرد، وبعد كده بحطه في العلب اللي انا هشيله فيها. دلوقتي الكوكيز بتاعي خلاص انا طلعته هدي شويه. هنقله من الصينيه اللي انا عملته فيها، احطه على الشبكه دي عشان يهدى شويه قبل ما اقدمه في العلب بتاعتي او اشيله في العلب اللي انا هشيله فيها. دلوقتي ده اللي بحشوه دبي، انا هحطهم جنب بعض بس هبقى عارفه. دلوقتي دي كل كميه الكوكيز اللي انا عملتها معاكم. انا عملت 8 من غير حشوه دبي، وعملت حوالي 9 بحشوه دبي. شكله حلو قوي، ريحته حلوه قوي. انا عايزه اجرب افتحها قدامكم. يلا بينا نفتح. شكلها من جوه شكلها حلو قوي، وريحتها حلوه قوي، مستويه حلو جدا. استنوا عايزه ادوقها. شايفين؟ يامي يامي، طعمها حلوه قوي. دلوقتي انا ومانويلا عملنا شير واكلنا واحده مع بعض دبي حشوه دبي. دلوقتي احنا بالليل في امريكا، هي المفروض تكون نايمه عشان عندها سكول الصبح، بس هي متحمسه جدا مش راضيه تنام وعايزه تجربه. فهي طبعا بعد ما جربته انا عايزه اسالها هي عجبها ولا لا، فانا هسالها دلوقتي. مانويلا did you like it? Yes, it was super yummy and the flavor was good and the outside was crunchy and the inside was super soft and good. And please subscribe and like the video. Bye! مانويلا بتقول لكم ان الكوكيز عجبها جدا. طعمه كرانشي من بره وطعمه طري حلو قوي من جوه. بتقول لكم ما تنسوش تسبسكرايبر لماما، ولو عجبكم الفيديو
اعملوا لايك. دلوقتي هطلع انام مانويلا عشان عندنا سكول بكره الصبح وانا عندي شغل. اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يكون الوصفه خفيفه عليكم. اشوفكم في فيديو جديد. يلا باي باي.